السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة أكلة جميلة جدا، فطار ماكدونالدز. المرة اللي فاتت احنا عملناه بس ما عملناش معاه الهاش براون. هنعمل النهاردة الهاش براون، فطار كامل متكامل من ماكدونالدز. معانا هنا حبايتين بطاطس مبشورين صغير، أصغر حاجة. بنغسلها كويس جدا وبعد كده بننشفها برضو كويس. ومعانا هنا المكونات بتاعتنا: معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، ومعانا 7 بهارات، وكمان معلقة نشا كبيرة ومعلقتين دقيق، وطبعا فلفل أسمر وملح. وهنا أنا كل مرة بعملها من غير بيض، بس المرة دي حبيت أعملها ببيض مش كتير، هحط بس معلقتين بيض، مش حابة احط فيها كتير. ولو مش حابة ممكن تعمليها من غير بيض خالص، بتبقى طعمها جميلة برضو. بس ما تنسيش النشا والدقيق علشان هما اللي بيخلوها تتماسك. هنا برضو انا بحب احط عليها توابل بطاطس من ويلز. زي ما قلتلكوا لازم النشا والدقيق علشان خاطر تتماسك وتقرمش معايا في نفس الوقت، تبقى مقرمشة وطرية من جوه، بتبقى جميلة جدا. يا ريتكم تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه. انا المره اللي فاتت عملت لكم السندوتشات والفطار من غيرها، بس المره دي قلت لازم اعمل وجبه الفطار كامله. زي ما انتم شايفين قلبناها كويس جدا. وبعد كده معانا هنا انا طبعا قليت الطعميه وكنت عامله معاكم قبل كده البيض باللانشون الفراخ. تشوف الفيديو بتاع فطار ماكدونالدز هتعرفوا البيض بيتعمل ازاي. هو سهل جدا مش صعب ولا حاجة. معلقة سمنة بلدي بننزل عليها اللانشون، وبعد كده بنحط عليها البيض وبنقلبها مع بعض زي البيض اللي انتي بتعمليه في الفطار العادي. وزي ما انتوا شايفين معايا كده، معانا الطعمية وبنحط عليها شرايح خيار وشرايح طماطم، وطبعا الكاتشب والمايونيز، ولو عندك كابوتشا او خس بيبقى جميل فيها، بيبقى زي اللي معمول بالظبط زي ما انتوا شايفين معايا كده. ولو كنتي وصلتي للحظة دي يا ريت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بنلف ورول كده زي ما انتوا شايفين، بنضغط عليه بس بسيط جدا علشان خاطر العيش ما يتقطعش معايا. نعمل مع بعض سندوتش البيض برضو كاتشب ومايونيز. انا لما بلاقيش لانشون فراخ بجيب لانشون عادي لحمة وبعمله بيها، برضو بيبقى طعمه جميل. ويا ريت لو لانشون فراخ مدخن بيبقى زي بتاع ماكدونالدز بالظبط. هنلف رول زي ما عملنا في الطعمية بالظبط. والطرف الاخراني ده احنا بنقفله وبنحطه على الصينية من ناحية الطرف عشان بس يتماسك شوية، عشان لما نيجي نقلبه السندوتش ما يتفتحش معايا. زي ما انتوا شايفين احنا خلصنا السندوتشات كلها، وطبعا الصينية مدهونة زيت بسيط جدا. زي ما بقول لكم هنحط العيش من ناحية الطرف، وطبعا على نار هادية جدا عشان العيش بتاعي ما يتحرقش. هو يا دوب بس بياخد لون ذهبي وبعد كده بنقلبه زي ما انتوا شايفين معايا على نار هادية جدا. وهنجيب معانا هنا طاسة فيها الزيت، هنحطها على النار. هيبقى الزيت سخن جدا. وطبعا قبل ما نحط البطاطس على الزيت لازم نقلبها كويس عشان المكونات كلها برضو تبقى واخدة الطعم كل واحد زي ما انتوا شايفين معايا. وطبعا هي لو ما عليهاش بيض وانتي منشفاها كويس جدا انتي ممكن تعمليها زي الطعمية بالظبط، لكن هنا عشان احنا عاملينها بالبيض فلازم نعملها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. عملت الباقي كله زي ما انتوا شايفين معايا. وطبعا مش هقلبها غير لما تبتدي تتحمر من تحت عشان ما تتهريش معايا. ومعانا هنا السندوتشات على نار هادية جدا. ما ينفعش خالص ان انت تقلبيها وهي لسه ما استوتش من تحت عشان ديت مبشورة فمش هتستحمل، هتتهري منك زي ما انتوا شايفين كده معايا.
يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين البطاطس لما قلبناها ادت لون ذهبي ومقرمشة وجميلة جدا. وزي ما بقولك برضو لو مش حابة تعمليها بيض مفيش مشكلة. ومعانا السندوتشات برضو اخد اللون الذهبي الجميل، ومعاهم كوبايتين شاي بلبن. ومش هنروح ماكدونالدز تاني. هتعملي كل حاجتك في البيت. البطاطس طالعة معايا مقرمشة وجميلة جدا وطعمها تحفة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.